الزوجات الخائنات عندنا في المغرب. وعاد كاينه الفئه ديال العيالات اللي حتى هما كيديروا هادشي، المتزوجات اللي مزوجه ل 20 والعائله والكنيه والطوموبيل كدير 50 مليون الفوق والفيلا وداكشي كله، حتى هما عندهم البلينات ديالهم، عندهم دراري 26 28 32 حتى هما كيديروا هادشي. كاين دابا كتكون عندها شي 42 فيها واحد مقدروش تخيلوه في بالكم. هاد الفئه هادو معروفين، هاد الفئه هما كيصيدوا عادي جدا. كتكون في شي قهوه كتصيد شي عندهم كيكونوا واحد البا، ولكن ضروري العيد بعيدو، الجامع بجامعو، الجلابه والزيف اسورتي ولو سا، كتبان لك بريئه ولكن هاد النور كنشمهم مزيان وكيشموني كنشمهم. ما كانت حامل انا وياهم يا سيدي الطلقه ديالي علاش بقى عجبك الحال، عجبك الديعان، الحريه زوينه كاستوا لا هما باغيين لو بور، لارجون دو بور، لو بوري، لو باطو دو بور، فهمتي؟ ما مسمحات حتى وزه ماضيات، ولكن التمثيل. انا علاش طرحت هذا الموضوع هذا وعلاش بغيت نناقش هذا الموضوع هذا ديال الزوجات الخائنات عندنا في المغرب؟ لان ديما التيكيته ديال الخيانه كتكون ديما لاصقه في الرجال، وكنساو باللي العيالات تا هما كيخونوا، وكنساو باللي الزوجات تا هما كيخونوا الرجاله ديالهم. ماشي ديما الراجل اللي كيخون، راه بعض المرات الخيانه كتجي من المراه. بعض المرات كتكون انت مزوج بواحد السيده وانت ما على بالكش باللي هي راه كتخونك، وراه كتخونك ودايره علاقه مع واحد السيد اخر كتخرج معاه وداك الشيء. مي دابا غادي نطرحوا الطرح اللي طرحته الاخت في الفيديو ديالها اللي قالت، او في اللايف ديالها اللي قالت على كاينه واحد الطبقه اجتماعيه غنيه اللي عندهم الفلوس والعاقه، اللي كيكون عندهم مشاكل مع الازواج ديالهم، او الازواج ديالهم ما كيعطيهمش الاشباع اللي خصو يدار وخصو يكون اصلا. فكضطر انها كدا تشوف رجال اخرين او دراري صغار ان صح التعبير، فكتمشي عند الدري عنده 24 عام 23 عام 20 عام بعض المرات، وكتلقى هذيك عندها 46 عام 40 عام 45 عام 50 عام بعض المرات. وهذا الشيء راه حقيقه عندنا في المغرب. راه يمكن لكم انكم تمشيو مثلا لي كرون زوتيل عندنا في المغرب، مثلا لي زوطيل ديال 5 ايطوال 7 ايطوال، دخلوا تماك ضربوا دويره تلقاو دراري شبان صغار مهلين في ريوسهم. حيت انا الاخوان ما غاديش ننتقد غير على هاد العيالات، ننتقد هذوك الدراري اللي كيبيعوا ريوسهم تا هما. باش ما تبقاوش تقولوا غير البنات بوحدهم اللي كيبيعوا ريوسهم، حتى الدراري. لانك انت فاش كتمشي مع هاد السيده هادي وكتصرف عليك وكتعطيك الفلوس، فانت بحالك بحال هذيك الانسانه اللي هي فهمتي بحالك بحالها. ما بيناتكم حتى شي اختلاف. فبلا ما دير فيها زعما راه انت شريف وعفيف، او انك انت راه عادي انا راجل. لا، الرجله ماشي هي هادي. الرجله ماشي غتمشي مع مراه متزوجه ديال الاولى، هذاك العقاب ديال عند الله كبير ديال بصح. ثانيا وليك كتسمح على نفسك وعلى رجولتك وعلى كرامتك انك غتجيب وحده مثلا كبيره في لاج وتصرف عليك وتعطيك الفلوس. وهادشي مع الاسف عندنا في المجتمع ديالنا. وانا اللي كنت كندير دابا هذا الموضوع او كنطرح هذا الموضوع انا غير باش نوعي الشباب انهم ما يمشوش لهذا الطريق هذا. الا كنتي كتشوف راسك زوين ومقبول وعندك واحد فهمتي واحد الكاريزما جذابه، ما تستغلش الطريق ما هياش. ماشي ديك الطريق انك تمشي باش تطبع على راسك على وحده مثلا، ذاك المصطلح الدارج، وتمشي تقول انا ندبر على راسي مع وحده عندها 45 مزوجه وكذا وتشري لي الايفون وكذا، وتجي تبدا تفليكسي على صحابك وتبدا زعما هذيك اللعبه راه شوفوني راه عندي ايفون راه جبتو لي مثلا خالتي ولا ما جايبها لك وحده مزوجه وتشري لي الحوايج وتمشي معاها للمول ولا تمشي معاها شي بلاصه وتجيب ديك لاكارت وتقول لك خوذا ولدي اللي بغيتي وداك الشيء. ماشي الرجوله هذه نهائيا صديقي، نهائيا. فنرجعوا للموضوع ديالنا ديال الطبقه المخمليه. الطبقه المخمليه الاخوان باش تفهموا واحد القضيه، في المغرب عندنا مجموعه ديال الطبقات. على الطبقه الكادحه او الفقيره، وعندنا الطبقه المتوسطه، وعندنا الطبقه لا باس بها، وعاد باش عندنا الطبقه الغنيه المخمليه، هذيك اللي ما كنشوفوهاش حنا. فندوي ما بين الطبقه لا باس بها والطبقه المخمليه، الطبقه الغنيه. فهمتي؟ هي اللي ما بين الطبقه لا باس بها والطبقه المخمليه. الطبقه المخمليه وديك الطبقه الغنيه هما هذوك الفئه اللي دابا كنهضر لكم عليها. هذوك الفئه الاخوان لا الازواج ديالهم او الزوجات ديالهم، انا كنقول البعض، انا لا اعمم. هذا التعميم لغه الجهلاء، انا كنقول لك البعض منهم، البعض. اوكي، بس انا ملي غنقول هضره
ما تبقاش تحسب علي انني قلت واش انا قلت البعض. كاينين الناس شادين طريق تلقاهم لاباس عليهم وداك الشيء، ولكن غادي فيما يرضي الله. ما كاينين في الادر سايد في الجانب الاخر واحدين اللي كيديروا شي حوايج راه انت تحشم. هما انت تحشم تشوف داكشي اللي كيدار، والله تحشم وتمرق. فهادوك الناس الطبقه المخبليه واللي عندهم الفلوس والعاقه، فهم كيبداو يديروا شي حوايج اللي انت ما يطرحوش على بالك. وكنت انا شحال هادي طرحت واحد الطرح في واحد الفيديو وخدا بزاف ديال الانتقادات، وكيسحاب لهم باللي انا غير طالقه عليهم، ونهار غتبان عاوتاني شي قصه ولا شي حاجه غتجيو عندي وغتقولوا لي واه خونا راه فيه الدواء على هذا الموضوع هذا. تبادل الزوجات اصديقي، تبادل الزوجات كيديروها. اييه كتكون شي حفله كيحاضرين فيها دوك الناس اللي عندهم الفلوس والعاقل، تجي بحال هكا كتبدا تهضر مع عشيرك ولا مع كذا عجبها كتبادلوا. ابار شي داك البلان اللي هي كتمشي مع دري صغير منها، بعض المرات الزوج ديالها كيكون عارف كيقول لها سيري من كثر راه الاخوان شي افكار كيوليو عندهم، راه الهربه ديال بصح. وانا علاش طرحت هاد الطرح؟ انا كان وصلني شحال هادي واحد لو ميساج فيه قصه ياكل، قصه ديال واحد السيد كان خدام في واحد الدار وبدا كيعاود لي شي امور انا بقيتها مشوكي، بقيتها مصدوم. ولكن واش انا غادي نبدل شي حاجه؟ ما غادي نبدل والو. واش انا غادي ندخل؟ ما والو. اشنو انا غادي شنو غندير كاع؟ شنو انا بيدي ما غندير؟ أنا في الاخر راه اللي بغى يدير شي حاجه غادي يديرها. اش غادي ننصح هاد الناس هادو باش انهم لا حقا نتوما ما تبقاوش ديروا هاد الشيء؟ ولا غادي ننصح هذه مثلا ديك المراه اللي عندها 45 عام 50 عام غنقول لها لا حقا ما تخونيش راجلك وراسك هو سامح لها؟ مسامح لها راجلها كيقول لها سيري عومي بحرك؟ راه ما يمكنش. ولكن انا غنصح الدراري هادوك الصغار انهم يمشوا الطريق، يعطوا العزه النفس والكرامه. نفسك تكون هنا، لانك انت فاش غتسمح هذيك المراه غتولي دير بك ما بغات، تولي خدام عندها، فهمتي؟ تقول لك اسكت تقول لك هدر. راه هادشي اللي خصك تفهمو. عاد انك انت كدير واحد الحاجه اللي اصلا ربي راه كيغضب عليها، وانت هذيك اللعبه انت غادي حيت مثلا تقدر تكون الظروف ديالك ما مساعدكش. وكاينين بزاف ديال الدراري في احياء فقيره جدا ربي عطاهم الزين، كيكون ربي عطيهم الزين وعطيهم القبول وعطيهم بزاف ديال الامور اللي ما معطياش لبنادم اخر. عوض ما يستغل هاد الامور في حوايج مزيانه كما قلت انا سابقا، كيولي يمشي مع هاد العيالات هادو. لان المراه اشنو هاد البلان؟ المراه ديال 45 عام وكذا راه كتجلس في لي كافي وكيبداو حتى هما كيبداو يسيليكسيونيو. هذاك الدري كدا باق كضرب. راك نقول لكم دابا طرح صعيب يطرح، واش ماشي اي واحد غيطرح هاد الطرح. انا جبت الفيديو ديال الدري ديال السيده، ولكن انا تعمقت في الطرح. انا عايش امور، شفت امور كانوا عندي صحابي راه دابا تابع لهم الله في واحد ليبوك في واحد الوقت من حياتهم حتى هما غلطوا هاد الاغلاط هادو وندموا عليها وخرجت فيهم بزاف منهم، خرجت فيهم. راه هادشي اللي ما كتفهموش. راه ملي كتمشيو لواحد الطريقه اللي كتغضب الله، راه كنقول لكم هضره ديال المعقول، راه في الاخر كتمشيو كطرا لكم شي حاجه ما هياش ديال بصح في حياتكم. حيت العاقبه ديال هاد الامور راه ما ساهلاش، راه صعيب، راه تخرج فيك بحال الريبه. راه ملي انت كدير مثلا كتمشي مع واحد السيده مزوجه، كتمشي مع مرا مزوجه، ولا انت كتمشي مع راجل مزوج، راه كتخرج فيكم. هذه باش نقول لك تخرج في هذيك المراه مزوجه بحد ذاتها. وهذيك المراه مزوجه اش كدير دابا؟ هي على بالها زعما حقا راجلي ما مشبانيش وداك الشيء، حقا نمشي مع واحد صغير. راه عمرها غتشبع، راه عمر العين ما تشبع، وعمر ما شي الحرام شي اللي تمشي منه تغوص فيه تدخل في ديك الطريق. عمرك في حياتك باغا ترجع، تبقى ديما مكمل هذيك الطريق، تبقى ديما غايز في ديك الطريق. تبقى فواحد بالي قلتي فواحد الدرو، واحد الثقب الاسود. داك الثقب الاسود وفين كيجر فيك، فهمتي؟ كينصيف لك الطاقه ديالك. راه هذا هو المشكل، هذه هي الطامه الكبرى. راه هادشي اللي بنادم ما بغاش يفهمو. كتحاب ديك اللعبه بنادم كيدير هاد الحوايج راه حقا راه حاجه عاديه، راه طبيعيه. ما طبيعيش نهائيا، وما عاديش هادشي نهائيا. فهادي نصيحه للشباب اللي كتفرج فيا، باش بقاوش تمشيو ديوها في النصائح ديال الدراري اللي يقول لك وسير دبر على راسك وكذا، وهادي سير ما ديوهاش هذوك النصائح.
عطي العز لراسك، عطي قيمه لراسك وخدم على راسك، لان الدراري علاش كيمشيو لديك الطريق؟ بسبب الماده، بسبب الفلوس. انت عطي قيمه لراسك، كل ما عطيتي قيمه لراسك كل ما لا فالور ديالك تكون طالعه، وكل ما ربي غادي يبارك لك في رزقك. الا ما وصلتيش دابا راه غادي توصل من بعد. وشوف نقول لك واحد القضيه، راه بزاف ندموا مشاو ديك الطريق وندموا، راه كتولوا بحال ديك البنت اللي خارجه في الطريق. لكن انت في الدوري السعودي، راه حتى انت وكاينين دراري كينشطوا في الدوري السعودي، داك الموضوع بوحدو. وهاد الطابوهات غنبدا نناقشهم مره. انا عارف هادشي صعيب، عارف ان هادشي يتناقش صعيب، ما خصو يتناقش، خص التوعيه، وخص الشباب يوعى، وخص مره هاد المواضيع يطرحوا. انا ما فهمتش علاش ما كيطرحوش هاد المواضيع، علاش ما كيتناقشوش. وهادشي عندنا متفشي جدا في المجتمع ديالنا، كيقول لك حق حشومه. علاش حشومه؟ هادشي خصو يطرح. الخيانه الزوجيه ما كايناش غير عند الراجل، كاينه حتى عند المراه. باش نكونوا واقعيين الاخوان. فالمهم هادشي اللي كاين. نتمنى الفيديو كان عجبكم، ما تنسوش انكم تبارطاجيو وتعطيو الاراء ديالكم على هذا الموضوع. الله يعاون.